في أقل من 24 ساعة تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي واقعة قتل دبلوماسي سابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، وهما عاملة نظافة وسائق. وقام بسرقة 14 هاتف محمولا ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزينة حديدية ومبالغ مالية. وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محام مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بغياب موكله موظف سابق بإحدى السفارات العربية يحمل جنسية إحدى الدول. وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغير بإحدى غرف شقته وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم، كما تم العثور على بعثرة بمحتويات الشقة. وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهي عاملة نظافة وسائق مقيمان بشبين القناطر. وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجني عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني، حيث قام بتوصيلها للشقة، وحال تواجدها رفقة المجني عليه قامت بالتعدي عليه بآلة حادة بعدة طعنات حتى فارق الحياة. وقامت بالاستيلاء على 14 هاتف محمولا ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزينة حديدية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.